هو احنا هنخترع الظاهر؟ المصطلح ده دايما بنسمعه لما حد بيجي يفتي او يفتكس في حاجه فاحنا بنرد عليه، وده لان مفهوم الاتوم او الذره مفهوم مهم جدا في العلم او في الساينس. بس المفاجاه بقى ان الذره او الاتوم مش زي ما احنا متخيلين او مش زي ما هي بتترسم في الكتب الدراسيه او في افلام الكرتون. الاول خلينا نتكلم عن مفهوم الذره في العلم. مفهوم الذره مهم جدا في العلم وخاصه الفيزيكس، لدرجه ان ريتشارد فاينمان نفسه قال ان لو في جمله واحده بس هيقولها الاجيال اللي بعد كده من المعارف العلميه كلها هي ان المواد كلها بتتكون من ذرات او اتومز. في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها عن النماذج العلميه وخصوصا في الفيزيكس، وهي ان النموذج العلمي مش شرط يكون بيعبر عن الواقع الفيزيائي، ممكن يكون مجرد نموذج رياضي بيدي تنبؤات ونتائج وتفسير صحيح للواقع، بس مش شرط يكون النموذج ده زي ما احنا متخيلينه بالظبط. يعني حضرتك دلوقتي مثلا متخيل ان الذره دي عباره عن الكترون بيلف حوالين النواه وجواها بروتونات ونيوترونات. حضرتك متخيل ان كل جسم من الجسيمات دي حاجه صلبه او حاجه زي الكوارك مثلا في حياتنا العاديه. في الحقيقه ان العالم الذري غير العالم الطبيعي بتاعنا. العالم الطبيعي اليومي بتاعنا اللي هو العالم الكلاسيكي مختلف عن العالم الصغير اللي هو بنسميه العالم الكمي او الكوانتوم وورلد. الكوانتوم وورلد ده بيتحكم فيه هو الكوانتوم ميكانكس او ميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم تم وضعها في القرن العشرين على ايد علماء فيزياء كتير منهم ألبرت أينشتاين، ماكس بلانك، فيرنر هايزنبرج، ماكس بورن، ايفن شرودنجر. فرق رئيسي ما بين الميكانيكا الكلاسيكيه او الفيزياء الكلاسيكيه اللي بتفسر عالمنا احنا العربيات الكواكب انا وانت، وما بين الكوانتوم ميكانكس اللي بتفسر الذرات الاتومز الالكترونز، هي ان العالم الكلاسيكي بيديك تقديرات مظبوطه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت في الميكانيكا الكلاسيكيه عندك قوانين مثلا زي قانون الجاذبيه نيوتن، زي قوانين المخلوقات بتدخل مثلا الوقت، سرعه القذيفه، زاويه الاطلاق بتاعتها، بعد كده بتقدر تعرف بدقه بالظبط هتقع فين، هتقع بعد قد ايه، من غير اي شك. الغلط بس بيكون غلط في القياس نتيجه ان انت قست حاجه غلط، ودي مشكله في الجهاز او المكنه اللي انت بتقيس بيها، مش مشكله في القانون نفسه. في الكوانتوم ميكانكس الوضع مختلف، في مشكله في الطبيعه نفسها. بمعنى ايه مش مشكله في الطبيعه؟ ان الطبيعه نفسها هي اللي بتحط عليك حدود. ان انت لما بتيجي تعمل قياس في الكوانتوم ميكانكس او تيجي تعمل تنبؤ حتى ما بيكونش يقيني، لازم يكون في نسبه شك. في الكوانتوم ميكانكس في مبدا مهم جدا وهو مبدا الشك، واللي وضعه هو العالم الالماني فيرنر هايزنبرج. في مبدا مهم في ميكانيكا الكم او في الكوانتوم ميكانكس اسمه مبدا الشك اللي وضعه العالم الالماني فيرنر هايزنبرج. المبدا ده بيقول ان انت كل ما تقدر تحدد مكان الالكترون بدقه هتحدد سرعته بدقه اقل، وكل ما تحدد سرعته بدقه اكبر هتحدد مكانه بدقه اقل. ودي مش مشكله في الالات بتاعتنا احنا، بالعكس ده دي مشكله. طبعا في مشكله في الالات عندنا طبعا انها عمرها ما هتبقى دقيقه، بس انت في الحاله دي كمان عندك مشكله في القياس في الطبيعه نفسها. الطبيعه نفسها تحط عليك حد، تحط ليميت للمعرفه بتاعك. فانت بالتالي كل ما تيجي تحدد مكان الالكترون سرعته هتبقى فيها نسبه خطا اكبر، ومش سرعته بس، ده كمان السرعه دي الفيلوسيتي بتاعته هي ماشيه فين. فبالتالي صعب ان انت مستحيل انك تحدد مكان الالكترون وسرعته بدقه في نفس الوقت. في نفس الوقت ده عالم فيزياء تاني نمساوي اسمه ايفن شرودنجر طلع ايكويشن او قانون بيتكلم عن حركه الالكترون. وفي حاجه غريبه جدا حصلت. لما نيجي نبص على قوانين الكوانتوم ميكانكس هنلاقي ان الالكترون ما بيمشيش في مسار واحد. احنا متعودين طول حياتنا مثلا ان العربيه مثلا عايزه تيجي مثلا من النقطه دي للنقطه دي تمشي في مسار كده مثلا، او هتمشي كده او هتمشي كده، المهم يعني في الاخر هي هتاخد طريق واحد بس. وكذلك لو كره البولينج مثلا او كره التنس. لكن الالكترون ما بيعملش كده، الالكترون بينتشر في شكل موجه من الاحتمالات. يعني ايه بقى؟ عارف انت لما تيجي ترمي طوبه في الميه ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي في تموجات على السطح انتشرت في كل الاتجاهات. شايف انت التموجات دي نوعا ما شبيهه بالحركه بتاعت الالكترون. الالكترون بيبقى ليه موجه زي كده، بتبقى موجه من الاحتمالات. فبالتالي الالكترون ما بيلفش حوالين النواه، الالكترون بيبقى موجود في سحابه من الاحتمالات حوالين النواه. احتمال يبقى موجود هنا، احتمال يبقى موجود هنا، احتمال يبقى موجود هنا. طيب امال ايه الاوربيتالز اللي احنا بناخدها في المدرسه دي؟ ايه المدارات اللي احنا بناخدها دي؟ دي الاماكن اللي بنسبه كبيره بيكون موجود فيها. طب ازاي الالكترون ما بياخدش مسار واحد؟ طيب لما احنا نيجي نبص عليه او نيجي نرصده هنشوفه بياخد اكتر من مسار؟ لا، في الوضع ده بقى الكلام يختلف. في الوضع ده وانت بترصده الالكترون بياخد مسار واحد بس، بيبقى موجود في مكان واحد بس طالما انت بترصده. طيب ازاي لما احنا نيجي نرصده يبقى في مكان واحد ولما احنا ما نرصدوش يبقى في اكتر من مكان؟ القصه دي عامه يعني كان العلماء الفيزياء اتناقشوا في الموضوع ده في القرن اللي فات. كان واحد مشهور جدا اسمه ألبرت أينشتاين اتناقش مع واحد مشهور تاني اسمه نيلز بور، اتنين من اكبر علماء الفيزياء اتناقشوا في الحوار ده. ونيلز بور كان مقتنع فعلا ان معادله شرودنجر وان الكوانتوم ميكانكس هي كيان فيزيائي حقيقي مش مجرد تفسير رياضي.
ألبرت أينشتاين ما كانش مقتنع إن ده كان فيزياء حقيقي، في حين إن نيلز بور وفيرنر هايزنبرج وشوية علماء تانيين كانوا مقتنعين إن ده فعلا كان فيزياء حقيقي، وإن الإلكترون فعلا بيبقى موجود في أكتر من مكان في نفس الوقت، أو حرفيا يعني مش موجود في أكتر من مكان. موجة الاحتمالات دي حاجة حقيقية، وفعلا بيبقى في موجة أنت لما بتقصد الإلكترون بيختار لك مكان واحد من ضمن الأماكن دي بناء على الاحتمالات. طيب أي الصح فيهم؟ لغاية دلوقتي التجارب في صالح التفسير بتاع نيلز بور وبتاع فيرنر هايزنبرج اللي هو متسمى تفسير كوبنهاجن للكوانتم ميكانكس، وتسمى كده على اسم العاصمة الدنماركية اللي كان فيها المناقشات اللي بتتم ما بين ألبرت أينشتاين ونيلز بور. طيب ليه دلوقتي احنا بنصور الاتوم على انها نواة في النص وفي الكترون بيلف حواليها، ودي بتطلع كده في الكتب وفي الافلام وفي المسلسلات وافلام الكرتون؟ لان في الاول خالص اصلا مفهوم الاتوم كان عباره عن انها كرات صغيره هي اللي بتكون الماده كلها. بعد كده المفهوم ده بدا يتطور وعرفنا ان في حاجه اسمها الكترون. بعد كده المفهوم بدا يتطور اكتر، عرفنا ان الالكترون بيلف حوالين الاتوم. بعد كده عرفنا ان هو بيبقى ليه مدارات معينه. بعد كده لقينا ان فكره المدارات دي اصلا مش صح 100%، وهي مجرد بس احتماليه كبيره ان هو يبقى موجود في الاماكن دي، لكن في الحقيقه هو ما بيلفش في المدارات. الحقيقه ان هو بيبقى موجود في سحابه من الاحتمالات. بيبقى ذره الهيدروجين مثلا هي بسيطه جدا اللي بيبقى فيها بروتون في النص والكترون بيلف حواليها زي ما انت متخيل. في الحقيقه بيبقى فيها بروتون في النص وفيها سحابه من الاحتمالات حواليها. الالكترون بيبقى موجود في مكان من الاماكن دي، مش بيلف زي ما انت متخيل كده، مش زي ما الكواكب بتلف حوالين الشمس. لكن زي ما قلنا النماذج الفيزيائيه هدفها انها تحاول تقرب الطبيعه، تحاول تتنبأ بيها. مش شرط انها تبقى صح، مش شرط انها تكون ده الواقع، بس اللي احنا لغايه دلوقتي احسن حاجه عرفناها فعلا ان الواقع الفيزيائي اقرب للكوانتم ميكانكس من النموذج بتاع الالكترون اللي بيلف حوالين النواه ده. يعني اللي احنا بناخده في المدرسه ده غلط؟ لا مش غلط يعني، بس هو دي حاجه اوليه كانت موجوده وانت لازم تعرفها وتمر بيها قبل ما توصل للكوانتم ميكانكس. نيلز بور نفسه اللي كان بيدافع عن تفسير كوبنهاجن والتفسير بتاع الاحتمالات كان هو اصلا اللي قايل ان الالكترونز بتلف في مدارات زي ما الكواكب بتلف في مدارات حوالين الشمس، وغير رأيه علشان النموذج العلمي والتفكير العلمي مش معتمد على رأي ورأيك، لا ده معتمد على الحقيقة العلمية حتى لو انت مش متخيلها، حتى لو هي بتخالف الطبيعة اليومية فده عالم تاني. كفاية انت تعرف ان الثورة اللي حصلت في الإلكترونيات في القرن اللي فات بسبب فيرنر هايزنبرج وبسبب ايفن شرودنجر وبسبب نيلز بور وبسبب ألبرت أينشتاين نفسه اللي ما كانش مقتنع بالتفسير بتاع الكوانتم ميكانكس بتاع كوبنهاجن.